اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح ياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قول الجمله دي كتير اليومين دول وكتري من الدعاء، ادعي كده باللي نفسك يتحقق، باللي نفسك يتحقق لك، وكل حاجه نفسك فيها ادعي بيها، ربنا هيستجاب ان شاء الله. لان احنا في ايام كلها خير وربنا يديمها علينا يا رب، نعمة ان احنا نقدر ندعي. طول ما انت بتقدري تدعي ده نعمة من عند ربنا. تعالوا نعمل النهاردة اكل خفيف كده ولذيذ وطعمه مجنن، وكمان ما فيهوش اي تكلفة خالص، كلها حاجات خفيفة من البيت. وطبعا احنا اليومين اللي فاتوا اكلنا لحوم كتير واكلنا حاجات كتير، فقلنا نخفف بقى شوية من الاكلات دي ونعمل اكلة ايه من الشعبية دي، الاكلات الشعبية اللي بتاكل. سيبك من اللحمه بقى وسيبك من الحاجات ديت، اللحمه ما بتاكلش، اللي بياكل الاكل ده. تعالوا كده نعمل مع بعض شويه رز بعدس، بعدس كده يعني ايه كشري. هنعمله بطريقه لذيذه خالص وكمان طعمه تحفه. بس طبعا بقى لازم نعمل الحبشتكنات بتاعته معاه. فهنعمل معاه بتنجان، وهنعمل معاه شويه حاجات لذيذه خالص. اول حاجه كده حطيت ماده دهنيه في الحله بتاعتي، وحطيت البتنجان يتقلي، ونزلت عليهم بالرز بالعدس بتاعي، واديته تشويحه لحد ما اتغلف بالماده الدهنيه بتاعتي كويس. وطبعا نزلت عليه بالميه، وكمان حطيت معاه فص حبهان وورقتين لوري. هنقله بقى على عين تانية يستوي براحته. وهجيب طاسة علشان اعمل فيها الدقة بتاعة البتنجان. حطيت شوية زيت، وكمان هحط فلفل وتوم مهروسين في بعض في الكبة. لو ممكن تدقوهم في الهون، ممكن يعني على حسب انت حابة تعملوهم ازاي، بس انا ضربتهم في الكبة على طول. وانزل عليهم كمان بمعلقة هريسة شطة اللي احنا عملناها مع بعض. هنزل عليها بالملح، وكمان فلفل اسود وكمون وكزبره. وهدلعها بقى بالبهارات بتاعتي علشان البتنجان بتاعي يطلع طعمه لذيذ وحلو. طبعا انا بحب التوابل بتاعتي تطلع ريحتها الاول، فحطيتها الاول عشان تطلع ريحتها. ونزلت عليها كده بطماطميتين متقطعين مكعبات صغيره، ممكن تبشريهم او ممكن تضربيهم في الخلاط على حسب ما انت حابه تعملي ايه. وسبتهم يتسبكوا بقى. وتعالوا هنا عندي بطاطس مسلوقه، اخدت كده كام حبايه. انا طبعا هعمل نوعين من البطاطس، واحده متحمره عاديه، والتانية اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي بطريقه جميله خالص وطعمها كمان يجنن. مسكتهم كده هرستهم، نزلت عليهم بشويه كزبره والتوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون وكزبره، وكمان بضايه وشويه بابريكا. وطبعا بقى شويه بهارات مشكله. ونزلت عليهم كده بالهراسه، هرستهم كويس لحد ما اتدخلوا كلهم في بعضهم وبقوا عجينه واحده. طبعا بقى احنا هنحط عليها شويه دقيق، طبعا على حسب الكميه. انا حطيت معلقه واحده دقيق. انت بقى لو الكميه بتاعتك اكبر، او مثلا العجينه بتاعتك لسه محتاجه تاني دقيق هتحطي. انا حطيت معلقه واحده بس، لو حباها ان هي تكون متماسكه اكتر يعني. بس هي كانت متماسكه وجميله خالص وهي بتتقلي في الزيت. مسكتها بقى، همسكها بقى اكورها واعملها زي الطعميه كده، اقراص، واركنها كده على جنب لحد ما ايه البطاطس اللي انا حطيتها في الطاسه تتقلي. انا طبعا كنت هنا حطيت بقيه البطاطس تتحمر في الطاسه، وديت فضلت اكور فيها كده واعملها زي ما انتم شايفين كده. كده خلصت الكميه بتاعتي كلها. وطبعا كنت حاطه في الطبق شويه زيت ببل ايدي بيها، لان البطاطس دايما بتلزق في الايد. فايه خلي بالك من النقطه ديت، يا اما شويه دقيق يا اما شويه زيت. هنا بقى الصلصه بتاعتي اتسبكت، اللي هي التتبيله بتاعت البتنجان، نزلت بيها كده. انا ما هرستوش في البتنجان، انا بس يا دوبك اديته تقليبه صغيره وخلاص كده. وكمان بقلب البطاطس اللي انا حطيتها علشان تتقلى بعد البتنجان. طبعا البتنجان ما بيسودش الزيت او بيغمقه او بيعمل فيه اي حاجه. اللي بيغمق الزيت الفلفل، لكن البتنجان ما بيعملش فيه اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده البطاطس طالعه زي الكهرمان الاصفر، وريحتها حلوه وكمان طعمها جميل. نزلت كمان عصرت ليمونتين كده على البتنجان وشيلته على جنب، بس كنت طفيت عليه خالص كده. تعالوا بقى ايه نعمل حاجة حلوة خالص للرز بتاعنا. جبت معلقة سمنة بلدي كده علشان ندلع الرز، لازم ندلعه هو يعني، علشان رز بعدس كده في بعضه يعني، هي مش ندلعه، لا لازم ندلعه. وبقلب برضو البطاطس عشان تتحمر معايا. طبعا بقى ايه انا معايا فصين توم محترمين كده، هتحمرهم في الطاسة بتاعتي.
وطبعا واحنا شغالين كده دايما بنستغفر ربنا، دايما بنحمده، ودايما بنقول سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم، ودايما بنكبر، ودايما بنقول لبيك اللهم لبيك، وبنقول كل الاذكار اللي احنا حابين ان هي تبقى في ميزان حسناتنا، وان هي تقربنا من ربنا اكتر وتقربنا من الجنة اكتر. فربنا يديمها نعمة علينا يا رب. هنا حمرت البطاطس وخلصتها، هنزل بقى بالكرات بتاعتي اللي انا عملتها علشان تتحمر هي كمان. وطبعا فصصت كم قطعت كده كام فص توم كده شرايح رفيعة خالص بالسكينة في حتة معلقة السمنة البلدي اللي انا حطيتها. اول ما هتبتدي تاخد لون بس، والسمنه البلدي تاخد ريحه التوم، طبعا ده اختياري، بس ايه مديه طعم وتست هايل جدا للرز بتاعي. اول ما اتحمرت كده نزلت عليها على الرز، وغطيت عليها وسبتها وخلاص كده، لا قلبت ولا حطيته على النار تاني ولا اي حاجه من دي، وركنته على جنب لحد ما البطاطس بتاعتي بتتحمر، وعلشان نغرف الاكل بتاعنا بقى علشان المغرب قرب يقدم. طبعا احنا اليومين دول صايمين، الايام دي كلها خير وعايزين نطلع منها باكبر قدر ممكن من فضلها، لان الايام دي فضلها كبير جدا. تعالوا بقى هنا نعمل تتبيله للسلطه حلوه خالص. حطيت معلقه زيت زيتون وعليها ليمونه معصوره، وكمان هحط فلفل اسود وكمون، وكمان شوية ملح. وطبعا الاساسي هنا دلوقتي بقى هو السماق، حطيت شوية سماق. طبعا السلطة بتاعتي الخضرة فيها فلفل الوان وطماطم وجرجير وكمان بصل وطبعا خيار. طبعا بقى السلطة زي ما تحبي تعمليها بايه، هجيبها بقى هقلبها كويس واحطها في الطبق بتاعي، وانزل عليها بالتتبيله اللي انا عملتها. طبعا التتبيله دي طعمها حلو جدا، وخصوصا السماق عامل طعم ومذاق حلو خالص للسلطه، وبتخليها طعمها يجنن. هنزل بقى في الطبق بتاعي اللي انا هقدم فيه علشان انزل عليها بالتتبيله زي ما قلت كده. بس نسوي الطبق بتاعنا كده ونخليه شكله حلو ولذيذ. شايفين الجمال؟ هو ده الجمال، او ده الجمال اللي عدى الكلام. حاجه كده تحفه. وطبعا بقى كانت البطاطس بتاعتي كمان خلصت. وتعالوا بقى نشوف الاكل بعد ما خلص، ونشوفوا البطاطس بتاعتي. شايفين الجمال؟ وكمان البتنجان بعد ما غرفناه، وطبعا السلطه. وكده الاكل بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله اللي دايما بتساعدني. ويلا بقى روحوا جربوا الاكل اللذيذه ديت، ويلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.